للطريق العام الذي يربط بين محافظتي القادسية والمثنى بسبب وقوع حوادث عدة على هذا الطريق. نظرا لكثرة الحوادث اليومية التي تقع على الطريق العام الرابط بين محافظة القادسية والمثنى، نظم الأهالي في قضاء الحمزة الشرقي تظاهرة طالبوا فيها بإنجاز الممر الثاني من هذا الطريق وإيقاف الحوادث لمئات المواطنين المارين عبره من المدينة والمحافظات الأخرى. المتظاهرون قطعوا الشارع لمدة نصف ساعة لإيصال صوتهم إلى الحكومة المحلية والمركزية للإسراع في إنجاز الجانب الآخر. اللي نظم الاعتصام هم أبناء هذه المدينة، أبناء هذا القضاء، للأضرار التي حلت بهم والفواجع التي حلت بهم. هل تعلم أكثر من 700 إصابة سنويا في هذا الطريق؟ طبعا احنا يوميا نتفاجئ، او بعد ما صارت مفاجئه، لانه يوميا احنا مسلسل عباره عن مسلسل لضحايا ابرياء تزهق ارواحهم في هذا الشارع العام. الطريق الذي أنجز في بداية سبعينات القرن الماضي لم تجرى له أي عمليات صيانة أو إدامة منذ ذلك الوقت، وبعد عام 2003 تمت إحالته إلى إحدى الشركات لإنشاء الممر الثاني منه، لكن العمل توقف بسبب سحب إجازة العمل من الشركة المنفذة من دون معرفة الأسباب. هذا الشارع يربط محافظات الجنوب ووسط العراق، ويربط 4 محافظات ببغداد وبالمحافظات المقدسة، مما أدى إلى كثرة الحوادث تم إحالته على أحد الشركات، ولكن للأسف الشديد تم التوقف في هذا العمل بأسباب نجهلها حقيقة. من جانبنا كحكومة محلية في القضاء وفي المحافظة المتابعة مستمرة لدى وزارة الإسكان والتعمير، ومناشداتنا كانت مستمرة في هذا المجال، ولكن للأسف الشديد ما حصلت أنه التخصيصات المالية وتوقف هذا المشروع. ممر الموت هو الاسم الشائع لهذا الطريق الذي يطالب الأهالي في المحافظة بالإسراع بإنجاز الجانب الآخر لإيقاف مسلسل الحوادث اليومية الذي لا زال مستمرا بحصد الأرواح. أحمد رحيم، فضائية الرشيد، الديوانية. مشاهدينا، أما الآن فنتابع وإياكم